سلام سلام، واش حوالكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. جيتكم اليوم بنين ميني فلوج متنوع فيه خرجه ومشتريات وصفات حاجه لقهوه العصر كما يحب الخاطر. وان شاء الله ينال اعجابكم. ما ليلة اول مره تشوفوني انا جولي نقول لكم متابعه ليا صلك كل جديد، لايك وبارتاج، والمش مشترك نقول لك اشتركي حبيبتي باش يوصلك جديد الروتينات وكل جديد نحطه في القناه. المهم بديت صباح بفطوري بيان سور. شوفوا للامانه مع بالي بلي كسرت لكم راسكم فطور صحي فطور صحي فطور صحي، من اليوم ما درتش فطور صحي لانه كانوا عندنا لي طرافو في الجردينه وكانوا عندنا الخدامه. تسمى على بالكم الناس اللي تكون عندكم لي طرافو والخماج والطراب والسيمه وما نعرف واش، ما تلقيش وقت حتى لروحك. المهم انا بروفيتيت اني نفطر في الجردينه شويه قبل ما يجوا الخدامه. المهم حطيت صباح فطوري كما راكم تشوفوا، حطيت الماء، حطيت هذيك فطيرة التفاح وراني شاركتكم الوصفة. قعدت فطرت آليز بهدوء حتى كملت فطوري. من بعد دخلت صراحة انا ما نطش بكري، نط روطار. دخلت لقيت ماما دارت الخدامة ملوخية الله الله طلقة زيتها حنفتي بساك وما تطلقش زيتها كيما هكا وما تكونش على قانيها، ما تسمش ملوخية اختي، كل واحد كيفاه يديرها بيان سور. ولقيتها ثانيك غسلت لها السلطه. ماما واش دير؟ تغسل غير السلطه كيما هكا وتخليها ودوكم بعد براسك. المهم لقيتها غير غسلت لهم، حطت لهم السلطه غير كيما هكا، كملت غسلتها انا وكلش. ومن بعد جيت ان نقص في المطلوع. كي نقولوا ملوخيه نقولوا المطلوع، ما تصلحش مع الرخسيس. المهم انا قصيت لها المطلوع وفتفتها كامل. المهم واحد المطلوعات جاويه البنات خفاف ما عندي، ما نقول لكم يعطيها الصحه. كنت درت هذا كامل وحدها وحدها، يعني احنا ما نطنش بكري، صارنا البارح شويه. من بعد غير احنا حطينا الطاوله، حطينا لهم سني، يعني غير حطينا لهم سلطه وحطينا لهم واش كتب ربي، وحطيت لهم هذيك الفاريونت اللي درتها ماتوا عليها ما خلوش فيها والو. ومن بعد جيت ندير في الغدا لنا نحنا حبينا نديرو حاجه 50 50 بما انه راح نخرجوا. درت حمص ذوب الزيت سيدتي، حمص ذوب الزيت كيما تاع برا بالضبط، كيما تاع المطاعم بالضبط. مالا تبعي الوصفه راني شاركتها معكم قدام من مره. تجيب الحمص تاعك تغليه في الماء في الكيكوت، ديري له شويه ملح تغلقي عليه وتخليه يطيب حتى يذوب لك هبزه. من بعد تهزي منه زوز مغارف، ترمي فيه 3 فصيصات تاع الثوم، حبه تاع البصل تكون متوسطه، ترمي فيه شويه تاع الزيت. عليه اسمه دوبل زيت خاطركش نضيفوا الزيت دركا ونضيفوا الزيت من بعد، يعني من بعد ما يطيب. بيان سور الملح لازم تضيف فيه الملح باش ما يجيكش مسوس ويجيك صامت. الكمون هو اهم التوابل في هذه الوصفه. العكريته توابل مشكله، وزوز مغارف تاع الخل اللي راح تعطيهم البنه، وهو سر البنه تاع حمص دوبل زيت تاع برا. عبالي باللي كامل ذقتو، ما كانش واحد ما ذاقوش، حتى اللي ما كلاش في لي ريستو كاين راجلها ولا باباها ولا خوها جابوها لها للدار. كان الناس تقولوا دوباره لكن هو اسمه حمص دوبل زيت. نضيفوا هذيك الخليط كامل نحطوه مع هذاك الحمص، نغلقوا عليه سيدتي ونخلوه حتى يلب ملح وحتى يختار ملح. ومن بعد نقدمه بهذه الطريقه، وكل واحد يدير له الاضافات اللي يحبوا. احنا نحبوا معها طماطم مقصوصه كاريات، البصل مقصوص كاريات، شويه تاع الكمون، الضربه تاع الهريسه هذيك هي الضربه الاساسيه. الضربة تاع الهريسة، وبيان سير الزيتون. وكاينه ناس تقدم معها الطرشي، احنا الطرشي حطيناه هكا ابار، اللي يحب ياكل ولا اللي يحب ما ياكلش. وهاي لكم السحفه تاعي حمص دوبل زيت اللي تدير 15000 ولا 20 ميل، والله ما على بالي شحال تدير، جاهزه سيدتي في المنزل فقط. مع هذا البرد يلقلها غير حاجه كيما هكا سخونه تسخن الكرك هيبك كما يقولوا تاع بكري. المهم بعد ما كملنا وكلاش كانت جوايه 3، خرجت انا واختي كيما هكا. خرجنا كانوا عندنا واحد القضيات بيان سور. المهم كنا نمشوا هنا مع بعضنا وقاعده نقولها وين حنروحوا، ومن بعد وين حنروحوا باش نعرفوا وين حنروحوا، قاعدين خطواتنا نحسبوها ما علينا. المهم اول حاجه رحنا لابوست البنات، كنا حابين نريكيبيرو لاكارت مانيتيك تاعي ماتت لي، وحبيت لاكارت مانيتيك كما قلت لكم ماتت لي، وحبيت نجيب لاكارت مانيتيك جديده. مي فينالمون قال لي ما زالت، كل يوم ما زالت ما نعرف وقتها راح تكمل، ما علينا. ومن بعد دخلت المحل تاع القماشات، كنا مديسيدي نشرو قماش للشتا باش نخيطوه، كنا راح نخيطوه احنا عباءه شتويه لاول مره في حياتنا. عجبوني القماشات اللي عنده، كنا غير شفنا برك مازلنا ما شريناش، يعني مازلنا ما ديسيديناش. ومن بعد رحنا قضينا قضيتنا كامل كما راكم تشوفوا، يدي طاحت يا البنات. عيطت لنا ماما قلت لنا جيبوا لي حاشاكم هذاك اللي يسرح البلوعات، اللي يدير البلوعات هذوكا. ما انا ما نعرف حتى ماركه وما نعرفش حتى حاجه مليحه. ليسونسيال دخلت هكذاك، دخلنا على عما هكذاك، رحنا شرينا واش لقينا وخلا. هنا روحت
ميتة بالعياء، ميتة يا البنات. حطيت الوش شريت كامل في الاول، راح نوريلكم غير هنا يعني مانيش راح نديكم حتى البلاصة لاني ميتة بتعب، تربعت في الارض وقعدت. هنا كيما راكم تشوفوا شينا هذوما لي سيرفيات لقيتهم برومو، هذوما في زوز ب 14000 شريتهم للخدامة. خاطركش فضوا لي سيرفيات عندنا. شينا ثانيك هذا تاع شو اسمه تاع الكافيتير تاعنا في زدتنا، لذلك ماما قالت لنا جيبوه هنا. شريت هذه زبده الفول السوداني اللي دائما نقول لكم اشتروها خاصه للناس اللي عندها اللي دير تتبع نظام غذائي، هذا اللي يسرح البلوعات حاشاكم. هنا راني نجبد والقطوط راح يهبلوا. المهم شريت كارانتيكا وشريت الجبن اللي دائما نقول لكم جبن مبشور اللي دائما نقول لكم شروه. وزيد شرينا الخبز لانه ماما قالت لك سيبو ما نخبزش، وما احنا كنا عيانين ما نش نقدروا نخبزوه. المهم هذيك وشرينا. نجو ثانيك هنا شرينا شويه مقلشات للمساء يعني لسهرة المساء، ومن بعد كنا خبطناها بنومه ورقدنا واحد مكلاها. المهم شرينا مايز. هنا هاي جد تجيني بيون سور جيني لازم تجي قبل المايز. جبت البيض راح نجن لقيته كامل تكسر نصف الساشيه ونخبط ونسيت خلا بلي شريت البيض. قلت نشري حبات ندير بيهم بوتي فور حتى نجيب بابا البلا مي فينالمون هرستهم ما خليت فيهم حتى حاجه، بقت حبه صالحه. المهم شريت اختي ما شريتش انا، اختي شريت مايز وشريت شيبس تاع الميزان هذه اللي شيناها المره ماهيش مليحه ما عجبتنيش تشغيل، والبيض مكسر بيون سير نبقى نعاود فيها حتى نفضل الفيديو والشوكولا تاع مونا. وهنا كنا كيما قلت لكم رانا نديرو في الجردينه كل مره نشرو لها ديزيكسيسوار هكا حتى نكملوا كامل ان شاء الله نشارككم كلش في النهايه. يعني في النهايه خلاص نشارككم الجردينه كيفاش ولات، يعني الناس اللي تعرفني من قبل راح بالها بها كيفاه كانت. المهم شرينا هذا البلانت هذا عجبني خلاه يهبل، هذا نزيد منه حبه اخرين. هذا يدير 45,000 يا البنات. هذا وصلتني عليه ماما باش فيه وحده النبته، وكما راكم تشوفوا شوف يجي يهبل ما شاء الله. وشريت ثانيك هذوما ثلاثه مع بعضهم، شريت المره اللي فاتت ثلاثه وشريت هذوما المره ثلاثه وزدنا نبقى نشري بثلاثه. هذوما ثلاثه يديروا 20,000 يا البنات. ليبو هذوما ثلاثه يديروا 20,000. هنا قعدت شويه دفيت وبعد رحت باش نحي قشي. راح تقولوا لي الدار معمره قطوط، لا غالب احنا والقطوط عايشين كيما هكذا نحبوا القطوط. المهم انا باش ما نديرليش ماما عرس وعلى طايشي في حوايجك وين جا، بديت نرجع في الحوايج مخلطه ملونه كيما حب ربي. ومن بعد رحت ندير حاجه للخدامه باش يفطروا بها يسقهوا بها في الصباح. شوفوا ما كنت عندي حتى فكره، ما كنتش حابه نعجن حتى عجينه، وما كنتش حابه نتعب. الفكره الوحيده اللي جتني هو اني ندير لهم الكوكيز، واخلا حاجه وصفه سهله سريعه كوري وحطي لهيه. واش نحتاجوا في هذه الوصفه سيداتي؟ مالغري كنت ميته بالعيا راح نحتاجوا فيها كاس ونص تاع السكر حبيبات، زبده اللي تكوني ذوبتيها فوق النار وخليتيها حتى ندت هذا الشكل شغل برونزات هكذا، رشه تاع الملح ام غرفه تاع لافاني، زوز حبات تاع البيض يكونوا بحراره الغرفه بطبيعه الحال، حركي كلش مع بعضها. بالنسبه للبنات اذا حبيتي الكوكيز تاعك يكون معلك كيما تشريه من برا، السكر ما تخلطيش مليح. اذا حبيت الكوكيز تاعك يكون معلك يكون ماهوش معلك، السكر خلطيه مليح حتى يذوب لك يا البنات، لازم يذوب لك مليح باش يجيكم الكوكيز تاعكم ماهوش معلك. من بعد نضيف لها قيس 5 غرامات تاع خميره الحلويات، ونستمر في إضافة الفرينة تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينة تقريبا تكون متلاصقة في اليدين، تقريبا ماهيش متلاصقة مي تقريبا لازم تحصلوا على عجينة تكون متلاصقة في اليدين. من بعد أنا حضرت خليط ما بين الشوكولا البيضاء وخليط والشوكولا بالحليب كما راكم تشوفوا واش كان متوفر عندي، لانه هذا هو الاساس البنات تاع شو اسمه الكوكيز كما راكم تشوفوا كما هكذا. من بعد ندخلوا هذيك الشوكولا مع الخليط تاعي كما هكذا، نحاولوا ندخلوا كامل هذاك الشوكولا مع الخليط. وسامحوني على الذبان لاني ما لقيت له حتى حل، فعلا ما لقيت له حتى حل، يعني جربت كامل الحلول وما لقيت له حتى حل. المهم استسلمت الصراحه. هنا بعد ما تحصلت على هذا الخليط كما راكم تشوفوا بهذه النتيجه، يكون النص بالنص شوكولا. واش نقول لكم في البنه مع كيس تاع الحليب يا البنات، انا لي جامي غطست حاجه في الحليب ابيض، غطست هذا الكوكيز في الحليب ابيض، جت واحد البنه علامه. المهم نحكموا نكوروهم كامل كيما هكذا. عيانه مش قادره تكوري، جيبي ولدك صغير ولا بنتك صغيره يكوروا لك وفكيك لي، انا ما عنديش خواتاتي صغار.
لا غالب كون جو القطط يعرفوا كيف يكوروا راني عيطت لهم يكوروا معايا. المهم هنا تحكمي تكوريهم كامل بهذا الشكل، ومن بعد تدخليهم للثلاجة سيدتي. إذا عندك الوقت خليهم ليلة كاملة، من أحسن إنهم يقعدوا يتجمدوا مليح. إذا ما عندكش الوقت خليهم غير ساعتين 3 سوايع. المهم قسمة تكملي قضية قطع الدار ومن بعد تجي تدخليهم للفور. تحبي تخدمي منهم كونتيتي كبيرة وتخبي نص في الثلاجة ونص تطيبيه، وكل ما تسخفي ولا تتشهاي إلا الكوكيز تجبدي وطيبي منه بيان سير، ولا يكونوا عندك ضياف على خفله ولا هكا تجبدي ديريكت يطيب لانه ما يديش الوقت. المهم هاوليكم بعد ما كورتهم كامل قلت لكم دخلوهم للثلاجه باش يطيبوا باش يجمدونا، وبعد نخرجوهم ندخلوهم للفور. وهاوليكم الشكل النهائي كما راكم تشوفوا. جوكم واحد لي كوكيز ما شاء الله يا البنات والبنه، ما عندي ما نقول لكم. لازم غير تجربوا هذه الوصفه لولادكم مع هذه العطله. مبقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. إلى الملتقى إن شاء الله مع وصفات وروتينات أخرى. مع السلامة.